الراعي الرسمي لحلويات رمضان، الكنافة بالقشطة. بجد هي مش بتنزل في بطني، هي بتنزل في قلبي. جميلة جدا وهتعجبكم، وهقولكم كل التفاصيل اللي تخليها توصل معاكم للشكل القمر ده. مقرمشة من بره وطرية وناعمة قوي من جوه، وكريمة غنية جدا، كأنك بتاكلي قشطة فعلا. بجد تحفة جدا، هتعجبكم قوي. تابعيني وشوفي الطريقة. الكنافة بتحتاج سيرب يكون تقيل وبارد، فهنحتاج 3 كوبايات من السكر وعليها كوبايتين من المية وعصرة ليمونة، وبنحطهم على نار أصغر عين، وبعد الغليان بنعد 10 دقايق ونطفي عليها على طول، ومش بنقلب خالص. بعد ما نطفي عليها ممكن نحط فانيليا، وممكن براحتك يعني بلاش، ونسيبه يبرد لغاية ما نعمل الكنافة. ده نص كيلو من الكنافة، بكون حطاه من قبلها في الفريزر عشان يبقى متجمد كده، واقدر ان انا افتته بكل سهولة. تقدري كمان تحطيه في الكبة وتفرميه فرمة كده خفيفة. احنا عاوزين طول الشعراية الكنافة تبقى بالحجم ده كده، بالشكل ده، قد عقلة الصباع كده مثلا. بعد كده بضيف 4 معالق تكون هرمية من السكر البودر، وبقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده بضيف كوباية من السمنة تكون سايحة، ويفضل تكون سمنة بلدي، او تقدري ان انت تخلطي انواع من السمنة. بفركهم كويس جدا مع بعض، وبقلبها كويس لغاية ما تتغلف كلها بالسمنة بالشكل ده. الصينية بتاعتي مقاس 24، انا مش هعمل الصينية الكبيرة. لو هتعملي النص كيلو كله يبقى هتحتاجي الصينية اللي هي مقاس 28 او 30، لكن انا هستخدم نص الكمية، فاستخدمت صينية مقاس 24. بغلفها كويس جدا وادهنها كويس جدا بالسمنة، ودي حاجة مهمة جدا، ما ينفعش تدهني دهن بسيط، لازم دهنة كويسة جدا. وبعد كده بروح حاطة بقى تلتين الكمية اللي انا هستخدمها. يعني مثلا لو الربع كيلو، هاخد التلتين بتوعه واحطهم في الارضية والجوانب بشكل كويس جدا، عشان خاطر هو ده اللي هتبقى محملة عليه القشطة. مش عايزين تبقى الطبقة خفيفة ولا رقيقة. اهم حاجة تكبسيها كويس جدا وتضغطي عليها كويس جدا عشان تبقى كلها سوا واحد بالشكل ده. ولو عندك صينية تقدري او طبق تقدري ان انت تضغطيها بيه. هنعمل القشطة بتاعتنا، هنحتاج كوباية ونص من اللبن، عليها معلقتين من النشا، معلقتين من الكريم شانتيه، ونص معلقة من دقيق السميد او الدقيق العادي، بس دقيق السميد بيبقى حلو جدا. هنقلبهم مع بعض على البارد، وبعد كده هنرفعهم على نار هادية مع التقليب لغاية ما يبقى معانا بالقوام الحلو ده. هنضيف عليه بعد كده قشطة بلدي او قشطة علب اللي انت تحبيه والكمية اللي تحبيها. انا حطيت عموما حوالي 3 معالق، معلقتين دلوقتي وبعد كده حطيت معلقة. وبعد كده بضيف في الاخر كيس من الفانيليا، وبضيفها على الكنافة بتاعتي وهي سخنة بالشكل ده من قبل ما تجمد يعني. طبعا لو هتعملي الصينية الكبيرة يبقى هتضاعفي كمية الكريمة. بسيبها تبرد شوية، وبعد كده بضيف الكنافة في الوش، واحاول على قد ما اقدر ان انا اخفي كل القشطة، مخليش اي حاجة ظاهرة، وبطبطب عليها بس مجرد طبطبة مش اكتر، مش بضغط عليها يعني. طبعا الفرن بتكون شغالة على درجة حرارة 200 قبلها بنص ساعة، علشان خاطر لازم تدخل على درجة حرارة عالية. باضيف أنا بقى معلقة كده من السمنة على الوش عشان خاطر تدي طعم وريحة حلوة جدا للكنافة. باحطها في الفرن، بتاخد حوالي نص ساعة أو 40 دقيقة بالكتير، بتكون أخدت السوا المظبوط. ولو ما أخدتش لون من فوق بشغل عليها الشواية. طيب أعرف منين إنها استوت؟ بتكون فصلت من الجوانب وأخدت اللون الذهبي من الجوانب، بتبقى باللون الحلو ده بعد ما قلبتها. وبضيف لها على طول الشربات، ممكن بس تستني مثلا 5 دقايق ولا حاجة كده يعني، وتضيفي الشربات. او على طول تعملي زي بعد ما تخرجيها على طول تضيفي الشربات بتاعها، بتبقى حلوة جدا. احلى كنافة بالقشطة، بجد هتعجبك جدا. دي من الوصفات اللي مش بتنزل في بطني كده بس، لا دي بتنزل جوه قلبي من جمالها وحلاوتها، وبموت فيها وهي دافية، بتبقى جميلة جدا. انا عن نفسي مش بحبها غير كده. سهلة وبسيطة جدا. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك، وصفة هدير سعد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا جدا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، ودايما يا رب متجمعين. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.